حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعلكم النهارده في فيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله يومنا بصوا كله طاقه النهارده. وكان يوم شقه بس الحمد لله كان يوم لذيذ والله وعدى على خير. والنهارده بقى معاكم هنجني بقى ثمار التعب بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب اللهم امين. نهاركم ان شاء الله معطر بذكر الرحمن وبطاعه الرحمن. الناس الجديده اللي اول مره تشوف قناتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك مني اشعار، واهم حاجه ما تنسيش اللايك التفاعلي على الفيديو. الناس القديمه اللي عندي على القناه وبيسيبوا لي تعليقات وكمان لايكات على الفيديوهات، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي. مش هزهق دايما ان انا اقول لكم كلمه زي ديت، لانه انتوا اللي بصوا بتشجعوني وبتحفزوني، ولما بغيب فعلا بتسالوا عليا، فربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. يلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. تعمل بقى كده ايه فطار خفيف على السريع، علشان خاطر لو دخلت في مود بقى الذبح والتنظيف هنسى نفسي. عملت سندوتشين جبنه تركي كده، وكمان قلت النهارده بقى مش هنشرب شاي بلبن، نغذي نفسنا شويه بجد. الواحد والله بصوا يعني عايزه اقول لكم اليوم عدى عليا هو الحمد لله والله كان يوم لذيذ، وربنا يديمها والله العظيم. في اخر اليوم قلت ربنا يديمها عليا نعمه ويحفظها من الزوال. اي نعم بنتعب وبنشقى طول النهار في تجهيزات بقى اكل الناس بقى اللي بتجهز حاليا لرمضان وكده. عايزه اقول لكم ان انا الاسبوع اللي تعبت فيه وابني تعب فيه اخرني، يعني هو الاسبوع ده اخرني. لسه الراجل هيجي يركب الرخامه، جبت الرخامه بس لسه الراجل هيجي يركبها في المطبخ، فانا مش حاكمني بقى التنظيف، انا مش عارفه اخلص. وبصراحه نصيحه مني، الجو ده يعني مفيش شمس كده تشمسي فيها الفرشه لا الجو ده بصراحه مش تنظيف خالص. يعني لو هتنضفي نضفي تنظيفه خفيفه، الناس بقى اللي ما نضفتش لسه. وفي رمضان نبقى نتسلى بقى، ممكن تاخدي كل يوم اوضه كده او ممكن تقعدي في الاوضه يومين مفيش مشكله، بس كغسيل سجاد هيبقى صعب جدا الا بقى اذا انتي وديتي مغسله، لكن غير كده هيبقى التنظيف صعب. ولازم بقى السجاد يتشمس تشميسه كويسه. حتى انا روقت الشقه التحت، والناس اللي بتسالني الشقه تحت منفصله، ايوه الشقه تحت منفصله لوحدها عن الشقه فوق، يعني فوق اوضتين وصاله ومطبخ وحمام، وتحت برضو نفس الكلام. تحت هبقى كده كده اصور معاكم زي ما قلت لكم والله ان شاء الله لما نخلص كده. هصور معاكم جوله في البيت كله من اوله من على السطح لحد تحت. تعالوا بقى نسمي الله كده، بسم الله وما شاء الله اللهم بارك. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم الفراخ اللهم بارك. بصوا ما كانوا اصلا مش راضيين يقفوا على الميزانه كده. دي فرخه منهم وزنها ما شاء الله 3 كيلو، وزنت واحده غيرها كانت 3 كيلو وربع، فانا وزنت لكم واحده كده وانتوا كده كده شايفين الحجم قدامكم ما شاء الله اللهم بارك. التسعة كان اوزانهم هم 9 فرخات، ال8 منهم كانوا اوزانهم 3 كيلو، في منهم 2 كانوا 3 كيلو وربع، وواحدة منهم 2 يعني بصوا داخله على 3 الا ربع كمان. بصوا طريقة الذبح بقى، بحط رجلي على الجناح ورجلي على رجليها كده وبمسك الزور كده، وبتكون السكينة حامية جدا. انا طبعا مش هينفع اجيب لكم حاجة فيها دم، لان ده ممكن يأثر على القناة ويوقف لي اصلا القناة ويوقف الفيديو، يحذف الفيديو وممكن اصلا يحذف القناة كلها، لان كده هيبقى محتوى فيه عنف، فمش هينفع طبعا ذبح ودم وكلام من ده. فانا وريتكم بس الطريقة. انا بحط بجيب الجناح على الجناح، احط رجلي عليه واجيب الرجل التانية، بس اهم حاجة السكينة بتاعتك تكون نار ما تكونش باردة، لان لو باردة طبعا انت كده هتعذبي الطير وكده حرام. والناس طبعا اللي قالت لي ما تحطيش الفراخ، يعني كنت باخد فرخه بفرخه كده عشان ما يندبحوش قدام بعض زي ما انتوا قبل كده قلتوا لي. انا ما كنتش معرف معلومه زي ديت بس خدت بيها طبعا. ولما بنذبح بنسمي وبنكبر على الذبح. دي معلومات عرفتها بقى كده كنت بذبح مع ماما لما كنت بمسك على ماما، بس انا طبعا ولادي صغيرين ما ينفعش يمسكوا عليا، لانه ممكن يجوا يمسكوا يجوا سايبين، فكده هنعذب الطير اللي بنذبحه معانا. وبعد كده بقى ذبحت 3 فرخات ب3 فرخات، يعني ما ذبحتهمش في نفس اليوم وكده، بس ذبحت 3 عشان طبعا ما يبردش فالريش يبقى صعب ان انا اطلعه. وسخنت ميه، وطبعا عايزه اقول لكم بقى ان طالعه ونازله على السلم، لان انا بحط الميه تحت على البوتاجاز. بصراحه انا كنت عايزه اطبخها اللي هي عين واحده دي احطها فوق للتنظيف. حلوه قوي ان انت تنضفي فوق، يعني لو عندك بقى طيور وكده تريشي فوق وتطلعي كل حاجه، بحيث ان انت مثلا يبقى تحت لو في حتى كمان زي ما قلت لكم نار فوق
هتبقي بتشيطي الحاجه وهتنزليها يا دوب ان انت هتغسليها في الحوض. بصراحه حلو جدا ان انت تنضفي كده والريحه ما تبقاش كتماكي، لان انا ما بحبش ريحه تريش الفراخ حقيقي، انا ما بحبش الريحه بتاعه تريش الفراخ، بس على السطح ومع الهوا وكده ما فيش ريحه خالص ولا اي حاجه. هنا بقى هريش الثلاث فرخات دولت، وبعد ما اريشهم كده بجيب بلاستيكيه فيها ميه. انا هوريكم البلاستيكيه دلوقتي وانا حطاها تحت الحنفيه عند الخزان. باخد الفرخه كده بعد ما ريشتها احطها في الميه، على اساس بقى ان الفرخه ما تنشفش كده مني، وغير كده كمان لو في ريشه بعد كده شفتها اعرف اطلعها. تمام. ونظبط بقى الفراخ، نعمل بقى بانيه براحتنا. كيلو البانيه اصلا بكام دلوقتي؟ يعني عشان تشتري هو يا دوب كيلو بانيه تعمليه في يوم. بصراحه بالنسبه لي انا كيلو البانيه، يعني ان احنا بنحب البانيه فكيلو البانيه بعمله في يوم. فلا بصراحه الفراخ عندنا بقى براحتنا، وما شاء الله زي ما قلت لكم ما شاء الله اللهم بارك. هتشوفوا دلوقتي وانا بقطع البانيه وحجم الصدر وحجم الورك عامل ازاي. ما شاء الله الفراخ كلها كانت، يعني عايزه اقول لكم ان ربنا عوضني في دفعه الفراخ ديت. زي ما انتوا شفتوا دفعه الفراخ اللي فاتت كانت صعبه، فربنا عوضني في دفعه الفراخ ديت. بصوا كده ما شاء الله هنا دولت 6 فرخات. هنبدا نفتحهم، لان انا الميه اللي انا كنت بعمل فيها الفراخ عشان اريشها فضيتها، لانها كانت ريحتها بقى خلاص بقت وحشه بعد ال6 فرخات دولت كده. فحطيت ميه نظيفه وقلت بقى عبال ما الميه تغلي عشان اذبح ال3 التانيين، امسك بقى اظبط الفراخ دي. طبعا ما شاء الله اتنضفت وبقت زي الفل. هنا بقى هبدا افتح البطن بتاعتها زي ما قلت لكم، انا هعمل كل حاجه فوق، هطلع بقى كل الاحشاء بتاعتها فوق كده برضو. وغير كده كمان في ناس بتحب قبل ما تفتحها تشيطها على النار، وعندي بجد الطباخه العين الواحده دي بصوا انا كنت هشتريها، بس بصراحه ما نزلتش وقلت خلاص خليها ان شاء الله المره الجايه اشتري لما اجي اذبح حاجه هتبقى فوق معايا، ان انا اجي اذبح واشيط بقى واعمل كل حاجه فوق السطح، ما افضلش طالعه نازله. وما ان كده كده في حنفيه فوق السطح فبالنسبه لي الموضوع سهل جدا. هنا بقى نطلع الكبد والقنص والحاجات دي نحطها بقى في البلاستيكيه هنا عشان ريحتها ما تبقاش بقى زفره، ونحطها في البلاستيكيه اللي احنا كنا حاطين فيها الميه. وما شاء الله اللهم بارك. هتشوفوا بقى معايا عملنا كمان بانيه. فعايزه اقول لكم ان ما شاء الله والله التربيه البيتي لا يعلى عليها بجد والله يا جماعه. ربوا في البيت، الفراخ بيبقى ليها طعم تاني، بتغسلي براحتك، ولا الفراخ بقى تشتريها من بره الفرخه ريحتها وحشه دي زفره دي كذا دي كذا. لا بصوا الفراخ بقى الفلاحي كانت عماله رايحه جايه جنبي، هرمي لهم دلوقتي اي حاجه يسوا فيها ياكلوها. فبجد تجيبي بقى فراخ تبدلك، تجيبي بقى فراخ دفعه فراخ بيضه كده، بجد حلوه جدا وتجربه مش وحشه. بس اهم حاجه فعلا ان يكون عندك مكان ويكون انت فاهمه في التربيه. بس كده كده فاهمه او مش فاهمه انت جيبي وخدي خبره من الناس، سواء بقى من والدتك من حد جارك، خدي خبره من الناس اللي ربت. انا ما كانش ليا عندي خبره خالص في التربيه، وكنت بجد بخاف اجيب فراخ لا بجد والله التجربه حلوه جدا، وكل مره هتلاقي نفسك بتعلم. دلوقتي ماما عايزه اقول لكم والله بتسالني والله العظيم، ماما تتصل بيا تقول لي سمر الفراخ كذا كذا. طب يا ماما اعملي لهم كذا انتوا متخيلين هي بقت بتتصل بيا تقول لي الفراخ فيها كذا؟ طب انا اللي المفروض اتصل بيكي لانك انت. فبصوا والله الواحد بقى يعني اكتسب خبره، وكمان منكم ما شاء الله اللهم بارك، في ناس منكم ما شاء الله مربيين فراخ بقالهم كتير، باخد برضو منكم معلومات. انا زي ما قلت لكم هنا احنا في القناه بنفيد بعض وبنكمل معلومات بعض. يعني انت عندك معلومه انا عندي معلومه قلتها لك، انا عندي وصفه عملتها عجبتك انت قلتي لي على حاجه لا في كذا بيتعمل، فاحنا يعني بنشجع بعض وبنفيد بعض. هنا ما شاء الله اللهم بارك بقى الفراخ كده كلها. البوتاجاز بتاعي مش نظيف، انا سبت قلت في الاخر كده هبديله مسحه على السريع، لان احنا لسه بقى عايزين نديله تنفيضه للمطبخ ككل بقى. بس مستنيه والله الراجل بتاع الرخام يجي، وجوزي بيقول لي يجي الراجل يركب الرخامه. وكمان جبت كمان شفاط ان شاء الله الفيديو اللي جاي بامر الله هنزل لكم بقى شويه مشتريات جبتها، وجبت بقى حاجات رمضان ويميش رمضان ان شاء الله الفيديو اللي جاي، علشان انا متاخره جدا. مش عارفه في حد زي كده لسه ما نزلش ولسه ما اشتراش. انا جبت شويه حاجات بس لسه ما كملتش الباقي يعني. جبنا بقى التمر وجبنا جبت شويه حاجات برضو كده من فتح الله، وكمان جبت شويه حاجات دلح كده عايزه ان شاء الله اوريها لكم الفيديو الجاي بامر الله. هنشيط بقى الفراخ كده. طبعا زي ما قلت لكم في ناس بتحب تشيط الفراخ وهي مقفوله، يعني قبل ما تفتح
البطن بتاعتها، بس عادي هنعتبر ان احنا جايبين الفرخه من بره تمام، وبيبقى فاتح بطنها، لان انت لما بتشتري الفرخه بيبقى فاتح بطنها وبتجيبيها بتشيطيها، فمفيش مشكله يعني كده او كده مفيش مشكله. بس التشييط الفراخ دي بيديها ريحه حلوه جدا. انا بحب تشييط الفراخ، يعني بسيب الفرخه بعد ما انضفها كده اسيبها تنشف خالص، او ممكن تنشفيها بفوطه او مناديل وتشيطيها. حاولي ما تشيطهاش وهي فيها ميه. عامله بقى انت فوطه للتنظيف كده بتنشفي بيها، ماما عامله فوطه ايه تنشف بيها الفراخ او تنشف بيها اي طيور عندها لما تذبحها وتغسلها وتشيلها وهكذا. او عندك مناديل مطبخ نشفي بيهم الفرخه كويس قوي وبعد كده شيطيها. زي ما قلت لكم التشييط بيدي ريحه رهيبه. هنا طبعا الكبد والقوانص ما شاء الله اللهم بارك معانا كتير قوي يعني. هنركنهم كده على جنب عشان نشوف بقى، ونبدا بقى نقطع فراخنا. انت بقى وراحتك. في ناس ما بتحبش تعمل بانيه ولا حاجات من ديت، بتقطع الفراخ عادي على سنيه هتشوي وتسلق وخلاص. وفي بقى ناس بتحب تشكل كده في الفراخ، تعمل بقى شيش طاووق وتعمل حمام كداب وتعمل بقى بصوا تشكل بقى وبانيه وستريبسات وناجتس بس عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، الفرخه لما بتزيد لما بتبقى 3 كيلو لا بنعرف نطلع من صدرها كل الكلام ده. لكن الفرخه لما تكون صغيره كيلو ونص بتبقى كده كيلو ونص 2 كيلو، دي عايزه الشوي. الحمد لله والله المره دي زي ما قلت لكم انا اترضيت، لان انتوا كنتوا معايا من دفعه الفراخ الاولانيه طبعا مات منها كتير واللي حقته ذبحته، لان ده طبعا جالهم دور برد. بس هي كانت دفعه الفراخ عند الناس كلها، يعني لقيت ناس كلها بتتكلم بتقول ان الفراخ بتموت مني، فكانت الحمد لله دفعه مش قد كده. بس الدفعه دي ما شاء الله هقول لكم بقى بقى لها كام يوم كده عندي بالظبط كده. يعني مثلا هنقول زي ما قلت لكم انا جايبه من يوم 10 بقى لها كده شهر، كانت داخله في الشهرين، يعني شهرين الاسبوع تمام. يعني كده بالظبط مثلا 30 يوم و15 45 يعني 50 حوالي 53 يوم ذبحت الفراخ. بعد 53 يوم حجم الفراخ كان ما شاء الله معايا كويس، وانا حسيته بيزيد فما رضيتش اذبح. يعني انا جيت عند شهر و15 يوم حاسه ان الفراخ ما شاء الله بتزيد معايا، فما فيش مشكله لو سبتهم كمان اسبوع. فقلت لا خليهم كمان شويه كده لحد ما احس ان انا ايه خلاص انا عايزه اذبح، احس ان الوزن خلاص بقى كويس. طالما الفراخ بتزيد معايا وما شاء الله صحتها كويسه عادي مفيش مشكله نسيبها شويه. في ناس بقى اللي مش هتقدر بقى تذبح كل مره واحده، بس انا بصراحه اللي هو ايه قلت لا لازم اذبح ايه كل مره واحده كده واخلص منه، على اساس ان انا مش كل يوم هروح اذبح النهارده نصهم وتاني يوم نصهم. فقلت يلا اتوكل على الله، وما انه ورايش حاجه تانية ان انا هعملها، انا عايزه اذبح الفراخ كلها مره واحده. وهنا طبعا كنت فوق السطح بقى لابسه العبايه بتاعتي ونضفت بيها ودم بقى ومش عارفه ايه، فطبعا كان لازم انا اغيرها عشان خاطر انا ما بحبش شكل الدم يبقى ايه نقط كده على الهدوم. غيرت هدومي بقى وقلنا نكمل. هنا بقطع الوراك كده، وطبعا بحط في الحوض غسله الحوض كويس ومفيهوش مواعين ولا اي حاجه، ولا حواليه طبعا مواعين لو نقطه دم نزلت كده او كده تزفر اي حاجه. هنا بقطع بقى الوراك كده كلها ان شاء الله، بنخليها بقى نشوي، هنسلق معاه منها. بس كده كده هقطع برضو صدور تمام، يعني هقطع صدر كده، او يعني ممكن مثلا نعمل 4 صدور او 5 صدور بانيه وستريبسات اهو كده. بصوا معايا ما شاء الله 1 2 3 4 5 قطعنا 5 صدور، منهم كده 3 صدور خدت المثلثات بتاعتهم كده 6 صدور بالظبط كده 6 صدور فراخ. سبت 3 صدر زي ما هو، والحته المثلثه اللي تحت ديت لو شايفينها من 3 صدور فيهم قطعتها، لان انا مش عايزاها، لان انا هعمل منها اللي هي ايه المكعبات. بصوا بقى هنا في ناس بتلاقي بصوا الورك كده مفروض، فاحنا هنقطع بالسكينه كده من عند المفصله. وهنا بقى انا سهيت خالص لان انا عايزه اعمل حمام كداب، فبالنسبه للقطعه دي مش هتنفع، ما كانش ينفع اقطع الجلده دي عشان اعرف اقفل الحمام كويس تمام. بس مش مهم ان شاء الله هنظبطها وهتعدي. بقطع بقى بالسكينه كده من عند المفصله. ماما معلماني الحركه دي عشان الورك ما يبقاش مفرود، لا الورك معايا لما اجي اشويه كده واحطه او اقدمه او نيجي ناكله نلاقي الورك ملموم كده على بعضه ومظبوط. هنا بصوا الحته المثلثه دي اللي بغسل فيها، وهبدا اغسل الفراخ كلها كده واحطها ببلاستيكيه. هنا بقى انا بغسل الفراخ مرتين عشان طبعا ما اطولش عليكم في الفيديو النهارده طويل عليكم شويه. هنا بقى انا هغسلها مره وارجع اغسلها مره كمان. وهنا برضو شطفت الصدور بس اللي هي على جنب دي اللي في البلاستيكيه اللبني ديت. وهنا بقى ما شاء الله اللهم بارك جبت الفراخ كده. وهنا هنعمل احسن محلول نقع
هتحسي ان انت مش لسه هتفرزي الفراخ، لا انت طبختي اصلا الفراخ. ريحه الفراخ بتبقى ما شاء الله اللهم بارك تحفه، وما تحطيش خل ولا بقى تشمي ريحه زفاره ولا اي حاجه. زي ما قلت لك اغسلي بس الفراخ كده مرتين وفي بلاستيكيه كبيره حطيهم. وبصي بقى الوصفه دي هتعتمديها بقى سواء اللحمه فراخ اي طيور او اي فراخ او اي لحوم، هتعتمدي المحلول ده والله العظيم تحفه. هنا بحط شويه جنزبيل، تمام، جنزبيل وشويه ملح وشويه فلفل، تمام، فلفل الاسود بتاعنا. وبعد كده بنزل بقى بعصير بليمونتين، ليمونه ايا كان. وبعد كده بقى بحط على الميه ديت بصلايه، بخرط كده بصل واسيبها بقى لو في زفاره ولا اي حاجه بتسحب اي زفاره. ما شاء الله محلول النقع ده حلو جدا. وما تحطيش بقى خل، انا دايما مش بعتمد اصلا في نقع الفراخ ونقع اللحوم بصراحه على الخل. انا بحب مثلا ايه، كنت الاول ممكن احط خل بس لا ما حسيتهوش حلو وقوي زي محلول النقع ده. ولو عندك بقى حبيتين قرنفل، ويا سلام بقى لو القرنفل مطحون مش صحيح كده، ترشي بقى نطره كده، يا سلام بتخلي الريحه تحفه. واعتمدتي بجد المحلول ده في كذا حاجه من اللي انت بتعمليها، لحوم فراخ، وممكن كمان لو بتحبي تنقعي السمك. بس انا من الناس اللي ما بحبش احط السمك في ميه، يعني بعد ما انضفه كده بحب احطه بقى في مصفى كده وارش عليه شويه ملح وليمون. بس ده السمك اللي انا بعمله. انت عايزه تعملي في السمك كده برضو ممكن تعملي كده، ده براحتك لو انت بتنقعيه. بس انا ما بنقعش السمك، انا بعمل السمك زي ما قلت لك. لكن اللحوم والفراخ بعمل لها المحلول النقع ده بيبقى ما شاء الله. هنا بقى بحاول بالمعلقه اللي معايا كده اخلي البصل كده يتغلغل في الميه كلها بس، وهسيبها بقى مركونه ممكن نص ساعه ساعه على حسب بقى ما نخلص. انا هنا ركنتها حوالي ساعه. فهنعمل ايه بقى؟ بصوا هنا برضو رحت شطفت الكبد والقوانص وغسلتهم كويس، عشان بس ايه، والله انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو عشان الفيديو بس طويل وكده. والله ده انا بصوا شايله حتت ياما منه، يعني شايله مقاطع. انا لو على تصوير الفيديو وكده والله ممكن كان خد حوالي ساعتين. بس طبعا انا شلت حاجات كتير علشان ما اطولش عليكم. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش عن 30 دقيقه والله معاكم، نص ساعه عشان ما تملوش مني وتزهقوا كده والفيديو يكون طويل عليكم. هنا بقى بقطع الصدور. بصوا كده بجيب سكينه تكون سنها رفيع من قدام، وابدا ادخلها كده واحاول اقطع بالراحه وافصل القفص ده منه اللحم. بصوا كده بطريقه زي ما انتوا شايفين معايا بالظبط، اللي هي ايه، بسن السكينه كده لحد ما اطلع الفص كامل كده على بعضه. وطبعا القفص اللي بيبقى فيه لحمه ده انا يوم كده مثلا بكون عامله اي اكله باخده اديله سلقه كده، اعمل منه بقى اطلع منه شوربه، اعمل منه لسان عصفور، اعمل منه ملوخيه. لان انا طبعا مش هرمي القفص ده، لان طبعا بيبقى فيه لسه لحم كده بين العظم. وبنقعد بقى ايه نقرقط في اللحم ده. او ممكن مثلا لو هسلق فراخ ممكن اجي مطلعاهم عاملاهم مفيش مشكله معاهم. بس بصراحه شايفه ان يعني انا هقسم الفراخ ما شاء الله تقسيمه كويسه، فمش هبقى محتاجاه غير زي ما قلت لكم ان انا اعمله، انتوا على حسب بقى ما بتحبي. هنا بقى انا قطعت كده الفصوص ما شاء الله، الفص تحسوا ان هو ما شاء الله اللهم بارك. هبدا بقى ايه اللي هو اقطعه. وهنا بقى ده اللي انا قلت لكم ان انا قطعت منه الحته المثلثه ده، هبدا بقى اقطع كده البانيه. السكينه بتاعتنا تكون ناعمه، تكوني حذره جدا، ايدك كده بتفردي ايدك وانتي بتقطعي القطعه، وتكوني حذره طبعا عشان خاطر السكينه ما تجيش تقطعي كده تيجي مثلا قطعه على الفاضي تيجي قطعالك ايدك، فتكوني حذره جدا. ربنا يسترها علينا. بس وبنقطع البانيه بالشكل ده. انت بقى بتبقي متحكمه في سمك البانيه، لان ساعات بنشتري بانيه من بره بيبقى تقطيعته استغفر الله العظيم مش حلوه جدا، تقطيعه رفيعه قوي، تيجي تحمريه تلاقيه بصي ناشف. انا بقطعه تقطيعه متوسطه، اللي هو تيجي بعد ما تحمريه كده البانيه تلاقي ما شاء الله قطعه البانيه حلوه، مش رقيقه بقى، واللي هو تيجي تلاقيها ناشفه ما تلاقيش فيها يا دوب غير سنتوفه لحمه صغيره كده بالعرض وخلاص. لا ما شاء الله انت بقى بتبقي متحكمه، انت عايزه تعملي ستريبسات، انت عايزه تعملي بانيه، احنا متحكمين في كل حاجه. بصوا انا هوريكم بقى كمان تقطيعه كده ديت عشان خاطر ايه ما اطولش زي ما قلت لكم عليكم في الفيديو. هكمل باقي التقطيع مع نفسي. خلاص كده قطعت البانيه. وهنا بقى هبدا اوريكم بقى الستريبسات، الفصوص اللي انا طلعتها من جوه ديت اللي بتبقى جوه خالص عند العظمه من جوه.
هنا طلعتها بصوا ما شاء الله، دي بقى نعملها مع بعض ستريبسات. بس النهارده مش هقدر بقى اللي هو ايه اتبل اي حاجه خالص، هيبقى صعب الموضوع جدا، لان انا كنت واقفه. عايزه اقول لكم بصوا انا كل شويه ضغطي بيهبط كده مني، اكل اي حاجه حتى لو تمرايه لو اي حاجه، وارفع رجلي فوق وانام كده على الارض. بصراحه عملت الحركه دي كذا مره لان ضغطي كان بيوطى، فاكل اي حاجه زي ما قلت لكم انام كده وارفع رجلي على ان ضغطي يتظبط. طبعا الفراخ ما كانش ينفع ان انا انضفها وانا قاعده لا، كان الموضوع هيبقى صعب. فغير فراخ بتتغسل وبتقطعي وبتعملي، فبالنسبه لي الوقفه على الرخامه كانت هتبقى افضل غير ان انا اقعد خالص. ففضلت بقى طول اليوم على هذا الحال. فبالنسبه لي اليوم زي ما قلت لكم، بس ربنا ما يحرمناش دايما من عمايل ايدينا، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب. اللهم امين، ويحفظها من الزوال، ودايما نشقى كده ونتعب ويدينا الصحه وما يحرمناش من صحتنا ابدا. هنا بقى بقطع الفصوص اللي زي بصوا شفتوها اللي جوه دي، بخليها عشان نعملها ستريبسات. وهنا قطعه الفراخ لما قطعتها كده وشلت المثلث منها وفرغتها من العظم، بعرف بقى اقطعها كده مكعبات للشيش تاووك. انا بحب الشيش تاووك كده يبقى مكعبات. وهيفضل بقى معانا شويه كده، هنقطعهم بقى ايه قطع رفيعه كده، نعمل بقى منها ايه شاورما. وزي ما انتوا عارفين لما بنعمل الشاورما بقى بنعمل معاها نجريسكو، بنظبط يعني ممكن نعمل سندوتشات شاورما مع طاجن صغير نجريسكو، نظبط بقى وندلع ولادنا. وكمان تقدري تعملي زي ما قلت لك ناجتس، بس انا مش هعمل المره دي بصراحه ناجتس، انا كفايه عليا ان انا عملت بانيه. هنعمل بانيه ناكل منه مره النهارده ان شاء الله، واشيل مره كمان في التلاجة. والفراخ بقى ما شاء الله بيبقى زي ما قلت لكم مجالها كتير. تقدري بقى ايه تعملي ستريبسات، تعملي ناجتس، تعملي كمان كوجبه بروست، اي حاجه تقدري تعمليها. بس انا مش هعمل بروست عشان حاسه ان حجم الفراخ كبير، والبروست بتبقى عايزه حجم الفراخ صغير كده عشان تستوي معاكي. هنا بقى قسمت البانيه وشطفت طبعا الحاجات ديت كلها، وهنا بقى هعمل عليهم عصره ليمون كده، هعصر على كل واحده شويه ليمون. تمام، مش هحطهم بقى في التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، لان طبعا غسلاهم كويس. الوراك والحاجات دي بيبقى فيها جلد، فانا ببقى عايزه الجلد ده يتنضف وكده. طبعا دي مخلي من العظم، فما فيش ريحه زفاره ولا اي حاجه، والليمون هيطهر اي حاجه. وهرمي عليهم كده قطع من الليمون، بحيث ان انا اسيبهم معاه في الكيس برده يبقى عاطينهم ريحه. وهنا الكبد والقوانص برده عصرت عليهم ليمون، وحطيت عليهم شويه جنزبيل وشويه فلفل اسود. هنا بقى هبدا اصفي الفراخ، مش هاخد الفراخ على طول احطها في اكياس، لا هصفيها علشان انا مش عايزه بقى الكيس يكون مخروم ينقط ميه في التلاجة يبهدل الدنيا. فانا باخد الفراخ بعد ما انقعها في المحلول ده، اصفيها كده كويس في مصفى، وبعد ما تتصفى خالص اسيبها مثلا ربعايه كده. بعد ما تتصفى اخدها بقى وافرزها في تلاجتي. هنا بقى كنت عايزه اعمل الحمام الكداب، بس بصوا بقى انا الفكره جات لي دلوقتي، وان انا مقطعه الحتت اللي عند المفصل دي. طب انا هعمل ايه؟ فضلت بقى وانا بشيلهم كده في الاكياس ادور على حاجه الجلده بتاعتها ما اتقطعتش. المهم لقيت وركين الحمد لله، وما ولادي ما لهمش في الحمام الكداب، فممكن بقى احط لهم قطعتين فراخ كده، ابقى اسويهم لهم تسويه عاديه، وانا وجوزي نبقى نعمل وركين كده حمام كداب. الحمام الكداب بيبقى حلو جدا، وان شاء الله هبقى اوريكم طريقه خليانه من العظم ازاي. انا عملته قبل كده، وان شاء الله هبقى اوريكم برضو طريقه خليانه ازاي. هنا بقى هتبل البانيه اللي انا هعمله. تمام، وقطعت كده بصلتين بشرتهم، بس هاخد منهم كم معلقه بصل كده احطهم على البانيه والاستريبسات دي. تمام، هو حاجه تدي ريحه كده كده، البصل مع الفلفل كده هيديهم برضو تتبيله، بحيث ان احنا لما نيجي نطلعهم نعمل لهم تتبيلتهم يبقى ريحتهم حلوه وفيهم برضو تتبيله. عملت كده البانيه وحطيت عليه ملح وفلفل. في ناس بتحب تحط زبادي، ده راجع لاختيارك لما بتعملي البانيه. انا بعمل البانيه بالطريقه ديت، اللي هو الطريقه العاديه اللي بنعمل بيها البانيه من زمان. بنبشر البصل ونتبله بالبصل والملح والفلفل ونركنه على جنب. في ناس طبعا بتحب تضيف له زبادي، مفيش مشكله. ووقت بقى التحمير بنحط له بقى البيض. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، انا عاملاه معاكم في الفيديو. وهنا بقى هبدا برضو اقلب كده الفراخ اللي هشيلها بالبصل، اللي انا معلقه البصل اللي انا حطيتها لها. زي ما قلت لكم هتديها ريحه وهتديها طعم كده برضو لما تكون متبله ومتشاله. انا كان نفسي بصراحه الفراخ حتى اللي انا هشويها اتبلها، يعني الوراك والحاجات ديت اتبلها. بس عايزه اقول لكم انا النهارده لا تعبت جدا، يعني لا مش قادره خلاص.
فحسيت ان انا وقفت كتير، فقلت مش مهم لما نيجي نخرجها من التلاجة نبقى نخرجها مثلا قبلها بيوم ونتبلها من بدري. وكده كده ما شاء الله احنا داخلين على الصيام، فبالنسبه لنا هيبقى معانا اليوم طويل، تقدري بقى تطلعيها من بالليل وقت السحور تقدري تتبليها وتسيبيها لتاني يوم، هيبقى برضو معاكي الوقت طويل. لكن انت لو تقدري تتبلي مفيش مشكله. وهنا ما شاء الله اللهم بارك الحاجات الحوايج بقى اللي هي الاجنحه والحاجات دي ما شاء الله اللهم بارك كانت كتير، فقسمتها على 3 اكياس، ما نفعوش على كيسين، طلعوا هيبقوا كيسين كتير قوي. نعمل بقى صينيه اجنحه بالبطاطس بتبقى طعمها خطير، والرقابي والحاجات ديت، فلقيتهم ما شاء الله اللهم بارك كتير فقسمتهم على 3 اكياس. والفراخ معانا ما شاء الله عملنا منها كذا اكله، هنشوي بقى ونسلق بصوا وندلع نفسنا. وكمان الفراخ اللي انا هعملها زي ما قلت لكم حمام كداب، قطعت الكيسه بتاعتها كده عشان الكيسه بتاعتها تبقى مميزه. علشان ايه؟ حطيت فيها وركين كده زي ما قلت لكم، الجلده بتاعتهم مش مقطوعه لان احنا بنقفل الجلده ب خلة اسنان. ما شاء الله اللهم بارك كده. الدرج انا كنت بدعي ان الدرج ياخد الفراخ لان انا ما عنديش اصلا، يعني انا مزنقه الديب فريزر في الادراج كلها، ما عنديش مكان. حتى هوريكم دلوقتي جبت فراوله برضو وغسلتها وهفرزها، حطيتها في التلاجة بتاعتي العاديه، ما حطيتهاش في الفريزر، يعني في الفريزر بس التلاجة العاديه، ما نفعش في الديب فريزر خالص لان الديب فريزر حرفيا ما فيهوش مكان. عايزه اقول لكم ان انا عايزه اخزن قلقاس، مش عارفه اخزن قلقاس خالص، مفيش مكان. انا باقي عندي كيسين قلقاس من السنه اللي فاتت، بس القلقاس بتاعه رهيب بصراحه. ف الله يرحمها بقى ويحسن اليها اللي كانت بتديني القلقاس وبطمن بجد، بخزن منها كل سنه وانا مطمنه القلقاس ده، تقول لي القلقاس ده جميل حرفيا. الله يرحمها، يعني سبحان الله ذكرناها النهارده علشان ندعي لها بالرحمه وربنا يغفر لها يا رب ويسكنها فسيح جناته. كانت تقول لي كنت اخد القلقاس، مفيش كلمه اخزن القلقاس لا يجي اطلعها تغمق وتسود وتيجي تعمليها، لا القلقاس تيجي تسويه ما شاء الله اللهم بارك كانك لسه جايباه ومقطعاه دلوقتي وعاملاه، مش اللي هو كانه متخزن ولا كلام من ده خالص. المهم ان احنا يلا بقى نعمل المكرونه كده مع بعض. هعمل لهم بقى مكرونه اسباجيتي النهارده نغير، وسايبه بقى تتبيله البانيه. وهي جبت الفراوله عبيتها، انا جبت بصوا انا جبت ب100 جنيه بس، ب3 كيلو ونص ماشي، كنا منها كده شويه وخزنت 7 اكياس، قلت حلوه قوي كده والله. جبنا تاني واتبقى ممكن اشيل كيسين مفيش مشكله. هنا بقى هعمل معاكم كده البانيه على السريع. بصوا انا بجيب بوله كده بفضي فيها بقى بيضتين تمام، واحط شويه ملح وشويه فلفل ماشي، وبعد كده بنزل بيهم، يعني ما بحطش بقى ايه. عملت كده المكرونه، انا عملت معاكم المكرونه كتير قبل كده، انتوا عارفين ان انا بحب اعمل المكرونه بالثوم. وفضيت على طول على البوله اللي فيها البانيه، وابدا بقى اقلبه كله مع بعضه، وما باخدش بقى ايه واحده بواحده كده واحطها في البيض لا بقلبه كده كله مع بعضه. والناس اللي بتحب تحط مثلا شويه لبن صغيرين مفيش مشكله، يعني ممكن ربع كوبايه لبن مع البيض تضربيهم كده مفيش مشكله. اللي انت حابه الطريقه اللي انت حابه تعملي بيها اعملي بيها، بس دي انا بقول لكم دي طريقتي. وهنا بقى انزلها كده في الفيجيتار بتاعنا وبس. هنعمل بقى بارد وحراق، وهبدا بقى ايه انزله، عشان بصوا حرفيا انا قرفانه من هدومي، عايزه بقى اغير هدومي كده. عملت البانيه وركنته على جنب وخلاص بقى اليوم بالنسبه لي الحمد لله خلاص. وكمان غسلت المواعين بتاعتي، مخليتش حاجه في المطبخ خالص، لان انا عارفه ان انا لو كلت مش هقدر حتى اغسل مواعين، وحرفيا ده اللي حصل ان انا ما غسلتش المواعين بعد الاكل. ونادرا دي لما بتحصل، لما بكون بقى اللي هو ايه طول اليوم مش قادره. هما كانوا كام طبق اللي احنا كنا فيهم، بس حرفيا ما قدرتش، خلاص انا فصلت وسقعت وصاحيه من بدري وعايزه انام. هنا بقى عملت ده حراق وده بارد وركنته كده على جنب. وتعالوا بقى نشوف بقى مع بعض كده المطبخ روقته. اغير بقى، بصوا ازازه الزيت دي انا جايباها في المشتريات، بس طبعا خدت منها للمكرونه ان شاء الله زي ما قلت لكم. هوريكم بقى شويه المشتريات اللي انا جبتها عشان انتوا عارفين ان انا بحب اشارك معاكم كل حاجه. نركن بقى خلاص البانيه كده على جنب، واخد لي بقى شاور. وعملت المكرونه بالنسبه لي كده اليوم الحمد لله الحمد لله. مفيش غير البوله اللي كنت عامله فيها البانيه بس هي اللي عايزه تتشطف ومش هشطفها. غسلت بقى كل المواعين وكل البلاستيكات اللي انا كنت عامله فيها الفراخ، والحمد لله المطبخ بقى تمام كده حلو قوي. نروح بقى اخد شاور كده واغير هدومي، وبعد كده بقى ايه احضر الاكل ونقعد ناكل، لان انا ارهقت والله. اليوم كان صعب جدا، بس قلت لكم والله العظيم ربنا يديم عليكم وعلينا نعمه الصحه والستر وراحه البال، واهم حاجه بجد الصحه. انتي من غير الصحه، يعني انا الاسبوع اللي كنت تعبانه فيه
لا انا ما كنتش قادره اقوم اعمل اي حاجه خالص. كان اسبوع صعب والله العظيم يا بنات، كان اسبوع صعب جدا عليا. وان انا ابعت، لا انا بستثقل بجد ان حد يجي يعمل لي حاجه. وسبحان الله ما حدش بيعجبه غير عمايل ايديه، يعني انت مهما كنت بتعملي ما بيعجبكيش غير عمايل ايديكي. فربنا يدينا الصحه، ودايما صحتك تبقى واقفه جنبك وسنداكي، ما تخونكيش ابدا يا رب. لان فعلا الواحد لما بيتعب شويه فعلا بيحس بقيمه الصحه. وربنا يديمها علينا وعليكم نعمه. وبجد تربيه الفراخ نعمه من عند ربنا والله العظيم. جربوا يا جماعه وما تخافوش ما تقولوش لا هنفشل مفيش مشكله. ما انا مات مني فراخ وعاش مني فراخ، وفراخ بقت تموت وفراخ بقت تعيش، فمفيش مشكله ان انت تجربي وتجازفي. ما انت هتفضلي خايفه لحد امتى؟ طبيعي لما بنيجي نجرب اي حاجه جديده، ممكن الناس اللي بتدخل مشاريع معلش بملايين ممكن تخسر في البدايه، بس بعد كده بيبدا بقى يتعلم من خسارته ويقف بعد كده على رجله. فبجد والله العظيم هاتيلك ان شاء الله 4 فرخات جربي فيهم. مش لازم بقى تجيبي تروحي بقى ايه انا هجيب كميه، لا هاتيلك مثلا 5 فرخات كده جربي فيهم لي ان انت تستفيدي بقى من اللي حواليكي. لا تربيه الفراخ كذا، لا بندفيهم كذا، طريقه كذا كذا. والله العظيم الموضوع بالنسبه لك هيبقى حلو ولذيذ. هتقدري بقى ولادك عايزين بانيه ستريبسات، هتقدري بقى تطلعي من الفراخ اللي عندك كذا اكله وكذا وجبه، ومش هتحرمي نفسك ومش هتحرمي ولادك. بجد والله اي حد عنده مكان، او ممكن تقدري كمان في البلكونه، وطالما بتنضفي والمكان عندك فيه تهويه حلو مش هيبقى فيه ريحه ولا اي حاجه. جبت شيبسي، انا كنت هطلع معاكم البطاطس اللي انا مفرزاها معاكم، بس الانبوبه كانت بصوا يعني لقيت ان هي ما تشطبش على الاكل، فقلت الحمد لله ان هي كملت معايا، فنجيب شيبسي بقى ونقضيها وخلاص. وده الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب دايما فيديوهاتي تكونوا بتستفادوا منها وبتحفزكم وبتنشطكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله.